تعالوا بقى يا فراشاتي اقول لكم انا بعمل ايه. انا بصوا بقى يا بنات، انا بعمل شويه رز كده صيامي. بصوا انا كده بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا حمرت شويه الشعريه. طبعا انا حطيت في الشعريه معلقه ملح عشان اللون. الملح بيخلي الشعريه لونها كلها تبقى ذهبي زي ما انتم شايفين كده، والملح بيوحد لون الشعريه. وطبعا حطيت مرقه خضروات وسنه فلفل اسمر، يعني سنه يعني مش كتير، عشان بيديها كده ريحه كده وطعم للرز. حطيت كده بقى، غسله الرز بتاعي كويس، احطه كده. هنبتدي بقى يا بنات نقلب. انا بقى عايزه اقول لكم في بقى حاجه كده انا عاملاها في الرز. يعني بصوا بقى يا بنات، انا مكتره الشعريه في الرز. مش موضوع والله توفير، ولو توفير برضو مفيش مانع، يعني احنا عارفين الرز غالي قد ايه. بس انا الشعريه لما بتكتريها فعلا في الرز يعني بتدي للرز طعم خطير يا بنات، خطير. يعني الشعريه لما بتبقى كتيره في الرز فعلا يعني بتودي الرز ده يعني في حته تانية خالص. بصوا يعني مثلا لو انت بتحطي 4 كوبايات في العادي، يعني 4 كوبايات او مجات رز، بتحطي قصادهم مجين او كوبايتين شعريه، ده في العادي. لكن انا بقى حاطه هنا كوبايتين رز على 3 كوبايات شعريه. بصوا بقى، بحب اكتر الشعريه، منها توفير ومنها يعني بجد الطعم بيبقى خطير يا بنات. يعني الطعم الرز لما يبقى الشعريه فيه كتيره بجد بتنقلها في حته تانية خالص. طبعا بقى بصوا، انت هتفضلي بقى تقلبي شويه حلوين كده الرز مع الشعريه كده لحد ما الرزايه تشرب ميتها. لانك انت لو سقيتي الرز على طول هيبقى معجن، لكن علشان تضمني انه يطلع كده مفلفل وجميل كده ومنطور، تبقى تقلبي شويه اكتر علشان الميه اللي في الرز تنشف. بصوا اهو، طبعا زي ما انا قلت لك انا حاطه في الشعريه وهي داخله على تحمير، حطيت معلقه ملح. الملح ده يا بنات معلقه صغيره، عشان انت اعملي حساب ان انت هتحطي مرقه خضروات. طبعا لو انت عايزه بقى تحطي مرقه دجاج دي براحتك، بس عشان انا عاملاها صيامي فحط لها مرقه خضروات. الملح اللي انت بتحطيه، معلقه الملح اللي انت بتحطيها بتوحد لون الشعريه، بتخليها لون، بصوا لونها ذهبي. غير بقى ما انا قلت لك كمان لما تكتري كمان الشعريه في الرز بجد بجد بتخليه طعم الرز يعني بيبقى حاجه كده تحفه، حاجه كده بجد، يعني بتاكلوا رز كده طعمه جميل. بصوا انا بحاول ان انا كده اقلب شويه معاكم علشان انا عايزه ميه الرز تنشف. طبعا انا عندي بقى شويه خضار كده يا بنات، مش هكدب عليكم من امبارح، فانا قلت احييهم بقى بشويه رز مصحصحين كده ويوم ويعدي. يعني احنا في زمن بجد عايز التوفير. بصوا هتقلبي شويه لحد ما تحسي ان الرز بيخرفش كده في الحله معاكي، عشان الرز ما يطلعش معجن معاكي. هتفضلي كده. فانا النهارده هضحك عليهم بشويه الرز دول على شويه الخضار اللي عندي، وبألف هنا وشفا. بصوا قلبي شويه، انا عايزه اسقي الرز معاكي اهو كده اهو. الرز نشف اهو، الرزايه انت حاسه ان هي بتخرفش في الحله، يبقى هو كده الرز نشف معاكي اهو. بعد كده بقى يكون انت غاليه ميه، هتسقيها بقى بالميه. مقدار الميه يعني حسب بقى ما انت عامله الرز بتاعك وكميه الرز بتاعك، هتحطي مقدار الميه. يعني فوق الرز كده بكم سنتي بسيط، يعني بصي زي كده اهو، زي كده. هتقلبي الرز بتاعك قلبه
وتغطيه كده علشان ايه؟ ياخد ويدي بشكل ودي، والف هنا وشفا. باي باي.